شوف يا اخي، وانا اللي كنت ظالم التيك توك فاكر ان كله هلس ومسخره. لا، ده طلع في حاجات مهمه جدا. في ناس كده بتعمل الروتين بتاع اليوم، يعني ننظف السجاد ازاي، تنظف الحاجات ازاي، بتعلم الستات يعني في البيت ازاي تنظف، عشان لو احنا ما عندناش خبره لسه متجوزه جديد تدخل تشوف الفيديوهات دي وان شاء الله هتطلع بعدها بعدين. تعال نشوف. هعمل ايه؟ حاجه بسيطه، مش هعمل كميه. ماشي، اعمل معاكم حاجه بسيطه. احنا هنبين بس حته من الكلود. بس يا سيدي، وهي سمعت الفيلم من هنا راحت مبيناه كله مش حته منه. هنا بقى بيعلمنا ازاي نجيب الحله من تحت، ولازم نحط الحله تحت عشان لو حطيناش تحت الطريق مش هيطلع تمام. تعملي حاجه صغيره ليه؟ طب ما تعملي حاجه كبيره. احنا فاضيين، احنا معانا ايه يعني؟ سفله يا بنتي. اما طول ما انت مصدقاني الطرشه كده احنا ما حدش هيتعلم حاجه. خلي الناس تنبسط. انت مصدقها لنا ليه؟ مصدقها لنا ليه؟ افرض دلوقتي انت متغديه كوم، ذنب امنا ايه احنا نفطس يعني؟ بعدين قال لك صدقها هلا يرضاها، احنا مش مقدرين يا ستي. حابه اعمل على فكره حاجتي معاكم على طول كده، وعايزه تشجيعات حلوه كده منكم عشان خاطر اقدر اعمل كل اللي انا عايزاه. يعني انا ستي تعبانه ولابسه شفاف وطالعه في الشمس وقفلنا في الشمس عشان تبين حاجات، انا مش شايفين حاجه اصلا. فتح دماغك انت وهو. الا بقى طبعا لو ملقتش حاجه تعجبني مش هعمل حاجه تاني معاكم ومش هطلع لكم تاني اصلا. فتح دماغك ابو طلال. فتح دماغك يا ابو طلال. ابو يزيد، السعوديه والامارات واخواتنا والكويت والخليج. ابو احمد يا منحرف يا الموقوف، ايه مش ناوي تيجي مصر؟ ايه بقى مش ناويين تحنوا على الست الغلبانه دي؟ تشقى دي عشان تبين الحاجات. ابو احمد خمسة مو عليك يا المنحرف. انا نفسي اعرف شيطان مين ابن الوسخه اللي ضحك عليكم وفهمك انك ست.